الدولة. أولا يجب على الشعب السوري بكل طوائفه أن تقاتل هذا النظام الخارج على الإسلام المعتدي على حرمات الشعب السوري، الذي قتل الشيوخ والعزل والنساء والأطفال ودمر المساجد. وأقول أن أشهد بالله أن حسون مفتي سوريا كذاب أشر في هذه الفتوى، لأن الله يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بالمناسبة العالم يشهد، كل العالم، أن هذا النظام خرج عن تعاليم الإسلام والمروءة والشهامة والقيم الإنسانية كافة. حتى إني زرت قبل شهرين مخيم الزعتري في الأردن، والتقيت بعض الجيش الحر الذين انشقوا عن نظام الأسد، وقالوا: نقسم بالله إن قيادة الجيش كانت تجبرنا على السجود لصور بشار. وأنتم في العربية بالمناسبة نشرتم مقطعا بهذا، والجنود يسجدون لصورة بشار. ويقول إن في الجيش من يسب الله، يسبون القيادة الله ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المفتي الآن يأتي وهو من علماء السوء، والله يقول عن عالم السوء: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أصلا انسلخ من الشريعة. بالله عليك وعلى الإخوة المشاهدين، هل هذا شيخ أو عالم أو داعية الذي يطبع قبلة بوسة على جبين، وهي موجودة في اليوتيوب، على جبين محمود نجاد، أحمد محمود نجاد، رئيس الصفوي الذي يلعن أبا بكر وعمر ويسب الصحابة ويفتري ويقذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هذا العالم يجر وراءه كل الدماء التي تسال، هو شريك لبشار. ولذلك اقترح على بل وطالب الشعب السوري إذا انتصرت الثورة أن يقودوا هذا المفتي الضال وعالم السوء إلى المحكمة وإلى العدالة ليأخذ جزاءه. وبالمناسبة أدعو المسلمين والعرب خاصة، بل دول الخليج خاصة، إلى نصرة الشعب السوري، ليس بالكلام وبالشجب، بالسلاح، بالمال، بالدعاء، بالإغاثة. وأقول لدول الخليج لأنها يعني أنا أشدها، لأنها طبعا هي ذاقت الويلات من تسليم العراق على طبق من ذهب، بل طبق من تبن لإيران، وتنتظر أن تذهب سوريا مرة ثانية. أين المثل: أكلت يوم أكل الثور الأسود، كما قالت العرب. وأقول إن حلف إيران ونظام المالكي بالعراق وحزب اللات مشاركون في إراقة الدم السوري. ألا يستحي أطالب من العلماء والدعاة جميعا في العالم الإسلامي لا يسكت أحد. عندنا هيئة كبار العلماء بالسعودية، الله يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس. مشيخة الأزهر، اتحاد علماء المسلمين، أين البيان؟ أين قول كلمة الحق؟ يقول سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كيف يأتي مفتي دجال مفتري في عباءة النظام الإرهابي الدموي الحقير الذي سلم أرضه لإسرائيل الخائن العميل يفتي أمام الملأ؟ طيب أين علماء المسلمين؟ أين الميثاق؟ أين كلمة الحق؟ كيف ما تدافعون عن الشعب السوري يذبح أمام العالم حتى بصواريخ سكوت، وتهدم المساجد ويبقر بطون الحوامد؟ يقول للأخوة في الزعتري من الشعب السوري: والله إن حزب اللات، مقاتل حزب اللات، يبقرون بطون الحوامل في سوريا ويقولون: يا لثارات الحسين. الآن أصبح حرب يقودها هذا المجرم بشار إن على هذا الجيش العربي السوري، إن كان بقي عنده عروبة أو ذرة إسلام، أن ينحاز لخيار الشعب السوري، ينحاز لأمهاته، ينحاز لأطفاله، ينحاز لوطنه، ينحاز لشعبه، ينحاز للحق ضد هذا الظالم الطاغية الفاجر الذي ما رعى الذمة ولا الدين ولا المروءة ولا الرجولة ولا الشهامة. يا أيها الشعب، يا أيها الجيش السوري البطل، إن كان هناك بطولة وحرية، أرجوك أن تنضم إلى خيار الشعب السوري وخيار الحرية والكرامة والثورة والدفاع عن العرض والنفس، وأجهز على هذا الطاغية، اقدم عليه واقتله. قتله هذا كل العلماء أفتوا الذين رأيناهم في العالم الإسلامي من كبار العلماء بقتله وحل دمه، لأنه ارتكب كل الموبقات. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. هو قتل الألوف، ما يقارب 100,000، وقتل النساء وعطل الحرمات وهدم المساجد ومزق المصاحف.
يا جيش سوريا تحرك وأنقذ شعبك وكرامتك، سوف ينتهي بشار ومجرد طاغية كما انتهى القذافي وبن علي ومبارك وهتلر وأبو لهب وأبو جهل. سوف يبقى الشعب السوري، سوف تبقى كرامته، سوف تبقى حريته. انحز إلى الحق، تصرف بحكمة، أجهز على الظالم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمتي إذا لم تقل للظالم يا ظالم أو تردع وتودع منها. ويقول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم واحد لكبهم الله على وجوههم في النار. قتل النفس هذه بل قتل الشعب بأكمله يجب على الأمة النفير. بالمناسبة يا أختي أنا أطالب، وأنا زرت دول كثيرة، أطالب الشباب السوري خارج سوريا أن يحمل السلاح ويعود إلى وطنه. أنا ما أدري أفسر شباب سوري كثير في المدن العربية وفي الأوروبية وهو يشاهد أمهاته وأخواته ومساجده ومصاحفه وكرامته تداس من قبل النظام. وأنا أسأل من العربية بالله عليكم، لو احتلت إسرائيل سوريا، إسرائيل الدولة الصهيونية المحتل المغتصب، أتفعل مثل ما فعل النظام العميل الخائن المجرم الطاغية في سوريا في دمشق؟ أيفعل مثل ما فعل؟ يقول لي أحد الفلسطينيين لما زرنا الأردن والله يا إسرائيل لو احتلت سوريا ما تفعل مثل ما فعل نظام الأسد بسوريا، أحرق الأخضر واليابس، دمر البلد، أذهب الكرامة والحرية. إنها نجدة. وأنا أناشد العلماء الآن، هيئة كبار العلماء والأزهر واتحاد العلماء المسلمين، أين كلمتكم؟ أين الميثاق الرباني؟ أين ما أخذه الله على العلماء؟ ألا يسألكم الله يوم القيامة؟ تتوقف الإفتاء في فرعيات يعني فقط، وإلا والله لو طلب منهم أن يهبون بفتوى كلهم جماعية. أنا أناشدكم بميثاق الشرع وميثاق الكتاب والسنة أن تقولوا كلمة الحق، فالحياة إما حق أو باطل. الأخير سوف نقف عند الله. وحسون أنا أعرفه بدجله، ويكفي أنه أيد حزب اللات ومدحه وسب السنة وذهب ويقبل رأس كما قلت نجاة. شيخ انتهى وقتنا معك. أشكرك على مشاركتك في الرابعة عبر الهاتف الشيخ عائض القرني الداعية الإسلامي رادا على مفتي